ثلاث نقط غالية جدا للأهلي قبل السفر في بطولة السوبر الإفريقي أو البطولة الأفريقية كان محتاجها النادي الأهلي. قدر النهاردة إنه يهزم الإسماعيلي بثلاث أهداف أو ثلاث تجوان ملعوبة، هدف جونين لبيرسي تاو متخصص الأهداف في الإسماعيلي، وهدف لحسين الشحات النينجا. قدر النادي الاهلي النهارده باقل مجهود انه برضه زي ما عمل مع مباراه انبي ان يفوز على الاسماعيلي بثلاث تجوان ملعوبه، وقدر برضه بتغييرات مارسيل كولر ان يقدر يتسيد الماتش في الشوط الثاني، رغم ان الاسماعيلي حاول وقدر ان هو يجيب جون ويكسر الكلين شيت لمحمد الشناوي. لكن اصابه امام عاشور وقعت قلوب كل الاهلاويه النهارده. لكن بعد ما امام عاشور راح المستشفى وعمل اشعه المبدئيه قالوا ان هو كدمه شديده بس في سمانه الرجل، وان شاء الله هو بخير. الف مبروك للاهلي ومبروك لجماهيره قبل البطوله الافريقيه والسفر للبطوله الافريقيه. لكن الاغرب بقى فرحه المنافسين في اصابه امام عاشور، ودي اكتر حاجه بجد يعني ممكن الواحد يسمعها في الزمن اللي احنا فيه. باي حق باي حق تدي لنفسك انك تشمت في اصابه انسان او مهما كان، حتى لو هو مين. مفيش اي ديانه او اي حاجه في الدنيا ممكن تديك الحق ان انت تشمت في اصابه انسان او اصابه لاعب كره. دي في الاول وفي الاخر رياضه. هو ساب النادي بتاعك وراح النادي المنافس، خلاص هو شاف طريقه، هو عايز كده، مفيش مشكله. الحب والكره دي بقى دي مرض العصر للاسف الشديد في الرياضه المصريه النهارده. صفحات بعينها معروفه تماما تماما النهارده بدات النهارده دعوه وفرحه غامره لإصابة إمام عاشور، وكمان كانت شتيمة في إمام عاشور، إنهم فرحانين جدا بإصابته، وكانوا بيدعوا ربنا إن الإصابة تكون أكتر من كده. لكن ربنا سبحانه وتعالى اسمه الحكم العدل، ربنا أراد إنه ما يفرحش حد فيه، والأشعة أكدت إصابة إمام عاشور بكدمة بسيطة أسفل سمانة القدم، وخرج من المستشفى. وطبيب النادي الاهلي قال ان هو هيغيب لمده من 7 ايام ل 10 ايام ويعود للملاعب عادي جدا طبيعي، مفيش حاجه. يا اخي يعني لاخر مره بقول دي رياضه، دي منافسه، ما ينفعش ان انا اشمت في اصابه لاعب. هي دي اكل عيشه. جميع حساباتي على السوشيال ميديا بسبب كان دعمي ل لاعب نادي الزمالك، ولانه في الاول وفي الاخر ده شغله وده اكل عيشه وده انسان قبل ما يكون لاعب كره. اتمنى ان الروح الرياضيه ترجع بين الجمهورين الكبيرين الاهلي والزمالك، وما زلت مصر ان النادي الاهلي والزمالك هما احد قطبي الكره المصريه، وهما العمودين الرئيسيين لمنتخب مصر الاهلي والزمالك.